الخلية الطرية. ايتوال عملت المنتج ده ومسمياه الخلية الطرية. احنا كنا بنقول عليه خلية النحل عادي لانه شكله زي الخلية بتاعت النحل بالظبط، لكن هي مسمياه الخلية الطرية. هي عجينة تقريبا بروفيترول او حاجة زي كده، جواها جبنة كريمي وعليها من الوش بقى لبن مكثف محلى، والصوص بقى اللي انت عايزه في منها بالنوتيلا زي ما احنا جايبين كده، في بيستاشيو، في لوتس، زي ما تحب. احنا جبناها بالنوتيلا، وفي منها احجام، في حجم صغنن وفي حجم كبير، احنا جبنا الصغير برضو. وطبعا التريليتشي بتاعته اللي هي يعني محدش يقدر يتكلم عليها، فلازم نجيبها نجربها برضو. وانا اكتر حاجه بحبها عنده في التريليتشي بصراحه اللي بالمكسرات. تعالوا نجرب الاول الخليه الطريه، بصوا حتى هوريكم اسمها. بصوا الخليه الطريه، هنشوف هي طريه قد ايه. يلا ندوق مع بعض. بسم الله. مش عارفه اقطعها، هي طريه بس هي عشان لازقه في بعضها مش عارفه اقطعها. بصوا، بس هي كده ما فيهاش حشو. هي المفروض انا جايباها لان جواها جبنه كريمي، هنا كده ما فيهاش حشو. ادوقها واشوف. لا، هي ما فيهاش حشو من جوه، وعامله زي عارفين الكايزر النضيف شويه، وحاطين عليه اللبن المكثف والشوكولاته دي من فوق. مش عارفه اقول لكم ايه. هو ممكن يكون جواه جبنه جوه. طب نشوف في حته ثانيه من جوه، نشوف من جوه ممكن يكون في حاجه. خد من النص. لا، برضو فاضيه ما فيهاش حاجه. انا اتضحك عليا يا جماعه، انا جايباها على انها محشيه. مش محشيه حاجه. هو اللي مديها طعم وخليها طعم الحلويات اللبن المكثف والصوص اللي عليها، لكن هي زي ما يكون مخبوزات عاديه زي الفينو ولازقه في بعضها، بس عامله زي شكل خليه النحل. فانا لا، مش اختراع عاجبني. لا، لو كانت فعلا محشيه جبنه كريمي او فيها اي حشوه جوه حتى لو كاسترد كانت هتبقى احلى بكتير قوي. فدي يعني ممكن تجربوها، يعني مش هتندموا قوي يعني، بس لو ما جبتوهاش مش هتفوتوا كتير. انا بقى عن نفسي بحب بقى التريليتشي بتاعتهم اللي بالمكسرات قوي. شوفوا شكلها عامله ازاي، وشايفين اللبن اللي تحت كميه كبيره. تعالوا ندوقها مع بعض. هي كيكه رفيعه مش تخينه، وعليها مكسرات كتير، بندق ولوز. انا شايفاها قطع كبيره فوق، وعليها شوكولاته بيضه. انا جربتها قبل كده مش هضحك عليكم وعجبتني، فقلت اجيبها اجربها معاكم تاني. دي حلوه قوي، حلوه، وطعم الكيكه حلوه وخفيفه، وعليها طبقه كريمه. طبقه الكريمه مش كبيره، بس طعمها حلو. المكسرات اللي فيها مخليها مش مجزعه بقى وانت بتاكلها كده، يعني ممكن اكلها كلها عادي. مش كبيره قوي على فكره، ده الحجم الصغنن. بس انا عندي استعداد ان اكلها كلها. طعمها حلو، سكرها هادي، وحلوه جدا. وده اكتر نوع بحبه في التريليتش عندهم. من الاخر كده، دي تقريبا عامله 75 جنيه، ودي عامله 100 وايه 120 130 حاجه زي كده. في الاخر التريليتش تكسب. خليها طريه، لا يعني ما طلعتش طريه قوي يعني. يلا سامحكم عشان التريليتش. باي باي.
يا جماعه للمصداقيه، انا بعد ما دخلت المطبخ ويعني قعدت ادور بقى فيها من جوه وكده، لقيت في القطعه الاولانيه كانش فيها حاجه، لقيت قطعه من اللي هي في الجنب دي. بصوا مش عارفه باينه عندكم ولا لا، بس هي فيها استنوا اوريكم، فيها جبنه كريمي فعلا، شايفينها؟ واخده يعني زي ما يكون فيها شوكولاته او حاجه زي كده بسيط، بس هي كميتها قليله ومش في كل القطع. فيعني كويس ان انا قبل ما اقفل وكده دخلت وعرفت ان فيها جبنه كريمي، بس ستيل يعني لسه على رأيي. باي باي.